عزيزي المشاهد، عارف إن جهازك المناعي هو خط الدفاع الأول عن جسمك؟ تخيل لو ضعف، أبسط ميكروب ممكن يرقدك في السرير. المناعة دي زي الجيش اللي بيحميك من الفيروسات والبكتيريا وحتى الخلايا السرطانية، ومن غيرها الجسم بيبقى مكشوف لأي عدوى. بس في حاجات كتير ممكن تضعفه من غير ما ناخد بالنا، منها قلة النوم، التوتر، الأكل السريع، وحتى قلة الحركة. تخيل شخص بينام أقل من 6 ساعات في اليوم بيكون عرضة للبرد والإنفلونزا أكتر من غيره تقريبا بمرتين. كمان التوتر المستمر بيرفع هرمون الكورتيزول، وده بيكسر المناعة ويخلي أي عدوى تدخل بسهولة. وعايزك تركز في نقطة مهمة، إن 70% من جهاز المناعة موجود حوالين الجهاز الهضمي، يعني اللي بتاكله فعلا بيحدد قوة مناعتك. نصيحة: نام من 7 ل 8 ساعات يوميا، حاول تتحرك أو تلعب رياضة حتى لو 20 دقيقة، وكمان كل خضار وفاكهة، فيتامين سي ودي بيقوم المناعة بشكل مباشر. واشرب مية كفاية، وأهم حاجة قلل التوتر، صدقني ساعة راحة ممكن تساوي أكتر من 3 ساعات قلق. مناعتك هي دراعك، لو اهتميت بيها هتحمي نفسك من أمراض كتير. وبس كده، قول لنا أنت محتاج تصلح إيه دلوقتي، النوم ولا الأكل ولا التوتر؟ اكتب لي في الكومنت، والسلام عليكم.